ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا النهارده نعمل أكلة سمك حلوة جدا. هقول لكم طريقتي في قلي السمك وكمان الرز، وهنعمل كمان سلطة بتنجان حلوة جدا. بصوا انا هنا بوريكم كده السمك، القراشين بتاعته بالشكل ده، شايفين لونها احمر وردي وحلو بالشكل ده كده. وشايفين السمك عامله ازاي في ايدي، مش بايته السمكه صبحه. تعرفيها ازاي تكون السمكه مش طريه في ايديكي كده، وتلاقيها لونها محمر زي ما انتم شايفين كده. والسمكه تكون يعني الظهر بتاعها تخين شويه كده كده، السمكه تمام معاكي صبحه وزي الفل. تعالوا الاول نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونسمي الله ونبتدي كده الفيديو. انا جبت السمك كده وبنضفه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنبتدي نقص اي حاجه فيه زي ما انتم شايفين كده، ونشيل القشور بتاعته كده بالسكينه او بالمقص زي ما انت حابه. وهنفتحه بالشكل ده، وهنشيل بقى، انا ببقى فتحه كلته مره واحده، وبعد كده بشيل اللي في قلبه بقى وببتدي اغسله. انا غسلته كويس جدا وغسلته بملح وليمون ودقيق. انا مش بغسل السمك بخل ابدا، وبنقعه شويه في الدقيق والليمون والملح، وبعد كده بمسكه بقى بغسله كويس جدا وبشطفه بالميه الجاريه كده. باحطه في مصفى يصفي الميه، اي ميه زياده فيه. تمام كده. ودلوقتي بقى هنعمل الخلطه اللي هنحشي بيها السمك. معايا فلفل احمر او اخضر اللي موجود عندك، انا اللي موجود عندي اخضر فطبعا هشتغل بيه على طول. ومعايا توم توم مفروم في الفريزر، طلعته فرمت في الكبه التوم مع الفلفل وطلعتهم. حطيت رشه من الفلفل الاسود، وحطيت كمون، وحطيت كزبره، وحطيت الملح، وهعصر ليمون، وهقلب كده الخلطه دي مع بعضها. كانت ريحتها حلوه جدا. وكمان يعني ما تملحهاش قوي، ممكن تحطي اي كميه في قلب السمك زي ما انت عايزاه، بيبقى طعمها حلو جدا. انا بحط الملح المظبوط، لا بتبقى دلع ولا بتبقى حادقه. هقلبها بقى كده كويس مع بعضها. يبقى الثوم والفلفل فرمتهم في الكبه، وبعد كده حطيت كمون، فلفل اسود، وكمان كزبره ناشفه. ممكن تضيفي كمان شويه شطه لو حابه، وعصرت ليمون. وهبتدي اتبل السمك بالشكل ده. طبعا السمك بالسكينه كده، وتفتحيه زي ما انتوا شفتوه كده. فتحوه علشان يستوى كويس ويبقى حلو معاكم في التسويه. آه، ويبقى تمام زي ما انتم شايفين. هتبل بقى كده السمك من بره ومن جوه. وبصوا زي ما انتم شايفين كده. وهعصر ليمون بقى، ليمون كتير، انا بحب اعصر هنا ليمون كتير. بكره تيجي تقلي السمك تحسي كأن، بصوا، ريحه ليمون طالعه. بيبقى ريحته حلوه جدا. بس كده انا هسوي في التتبيله دي كده شويه. هغطي عليه وهدخله التلاجة. تعالوا بقى نعمل شويه سلطه بتنجان حلوه جدا من غير زيت خالص. تمام، انا بحب اعملها كده، وهتشوفي لونها الوقتي وشكلها تحفه. بصوا انا قطعت كده البتنجان زي ما انتم شايفينه، بحب اقطعه بالطول. تمام. يعني لو الواحده كبيره شويه بقطعها نصين، وبعد كده بقطعه بالطول. ما بيشربش زيت منك كده وبيبقى تمام. انا جبت الفرشه بقى، ويا دوبك رشه زيت كده، وابتديت ادهن البتنجان كده من فوق ومن تحت، ورصيته في الصينيه، ودخلته الفرن وولعت عليه من تحت ومن فوق. وطلع معايا بالشكل التحفه ده. شايفين؟ من غير زيت، لا هدرنا زيت بقى ولا شرب مننا زيت، وتاكلي منه ما تشبعيش بجد. جربيها يعجبكم ان شاء الله. في الفرن حطيه من تحت شويه بس، يعني يتحمر شويه، وبعد كده قلبيه وطلعيه على الشوايه على الشبكه، وولعي على الشوايه من تحت ومن فوق، وولعي عليه من تحت كمان لغايه ما يتحمر، يبقى معاكم بالقمر دوت. شايفين شكله حلو جدا، وطعمه مش شارب زيت، هتاكلي منه. بصوا حلو جدا. وبس كده. وهعصر تبلته بقى. طبعا التتبيله بتاعته ديت مش بضيف عليها، ده توم وفلفل وملح بس. ما بحطش اي توابل خالص. اما بكون بعمل بملح بتنجان وكده، بحطش اي توابل نهائي. بصراحه مش بحبها خالص على اما اكون بعمل بتنجان، او حتى بتنجان متطول لو انا بقليه برضو وبحشيه من جوه كده، برضو ما بضيفش اي توابل. جربيه ان شاء الله هيعجبك. يبقى التتبيله بتاعت البتنجان ملح وملح وبتاع، اللهم صل على النبي، وفلفل اخضر مضروب في الكبه، وتوم بس. هنا بقى كنا بنعمل شويه رز. انا بشرت كده بصل. انا بحب ابشر البصل، مش بحب يعني ان انا اقطعه قطع كبيره كده. تمام. انا بشرته كده على المبشره وحمرته لما اخد اللون التحفه اللي انتوا شايفينه ده. برضو مش بحب اغمقه قوي قوي علشان ما يمررش معايا الرز.
لازم ياخد اللون المظبوط. تمام. وضفت كده الميه بتاعتي، وبعد كده سبتها تغلي غلوتين، وضفت الرز وضفت عليه الملح واول ما تشرب هديت عليه النار خالص لما بقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بصوا مفلفل، مفيش في الرزايه ماسكه في التانيه. اظبط بس القعد بتاعك، واول ما يبتدي يشرب هدي عليه النار خالص، ويبقى معاكي زي الفل. هنا بقى هنعمل الغلاف بتاع السمك. انا حطيت كده الطاسه على النار، حطيت فيها شويه زيت صغيرين، انا مش بقلي في زيت كتير ابدا، وحطيت عليها معلقه كبيره كركم. الكركم هنا طبعا بيدينا قيمه غذائيه، وكمان هيدي لون حلو جدا للسمك. وكمان هنضيف على الدقيق شويه نشا، حوالي 3 معالق كده كبار نشا. وبس. هنبتدي بقى كده نغلف السمك كويس جدا، وبعد كده هنفضه من الدقيق وهننزل في الزيت. شايفين انا مش هضيف خالص زيت كتير في الطاسه، هو يا دوب على ما خلصت السمك ما لقيتش زيت في الطاسه، كان كده تمام قوي. وهتشوفوا لون السمك دلوقتي عامل ازاي، لا اتحرق مني ولا اي حاجه خالص. وخلوا النار وسط، وكل شويه قلبوا السمك من الناحيه دي للناحيه دي، علشان يكون معاكم مش طري قوي، يعني يكون مقرمش شويه كده من بره، وكمان طري من جوه، وطلع معايا بالشكل التحفه ده. شايفين ما شاء الله، ما استهلكتش زيت كتير خالص، لا للسمك ولا البتنجان. شايفين طبق البتنجان ده والله العظيم رغيف عيش وتاكلي منه ما تشبعي. وده الرز، وده السمك بعد ما اتقلى بالشكل القمر التحفه ده. وعملت كمان جنبهم شويه سلطه. ولو عندك بقى حته مخلل حطيها، عندك ربطه جرجير اغسليها ونضفيها وحطيها جنب الاكل، وبألف هنا وشفا. بس ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. فيديو بسيط خالص. ومتنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا متابعه للقناه. مع السلامه.